غنت أبقابي وأنا ماشية يما بتميل. طبعا اول ما شفته العنوان قلت بس هي دي الاغنيه، يلا نتفرج عليها ويلا نعرف هتقول ايه. بس انا النهارده هقولك قصه الخلخال. يلا بينا. لو سألتك ايه هو اكتر اكسسوار بيعبر عن الست المصرية في الفولكلور، غالبا هتقولي لي ايه؟ غالبا هتقولي الخلخال. بس الحقيقة ان الخلخال زمان ما كانش مجرد زينة، ده كان جواز سفر بيحكي عن صاحبته من غير ولا كلمة. زمان في القرى والنجوع كان الخلخال ده هو الموسيقى اللي بتعرفنا مين اللي جاية من بعيد. الست الغنية او الهانم في منطقتها كان خلخالها لازم يكون تقيل ومصنوع من الفضة الخالصة او الذهب، وبنسميه الخلخال الصامت او الخرص، وده لانه كان بيعبر عن الوقار والهيبة، فمش محتاج يطلع منه صوت. اما الخلخال اللي بيجلجل اللي فيه جلجلة صغيرة بتعمل رنة مع كل خطوة، فده كان ليه قصة تانية خالص. زمان كانت الأم تلبسه لبنتها الصغيرة وهي بتلعب عشان تفضل سامعة رنتها وعارفة مكانها وهي بتتحرك في البيت أو الغيط. والغريب بقى إن الخلخال كان ليه لغة اجتماعية. في بعض المناطق الصعيد والدلتا كان شكل قفلة الخلخال أو وزنه بيعرف الناس إذا كانت الست دي متجوزة ولا أنسة ولا حتى هي كبيرة العيلة. الخلخال كان هو البراند الشخصي لكل ست اللي بيعلن عن قوتها وثروتها ودلالها. ومع ان الخلخال اختفى شوية من لبسنا اليومي، الا ان رنته لسه محفورة في وجداننا الشعبي، وبقت مصدر الهام لكل مصمم عايز يرجع للست المصرية هيبتها القديمة بلمسة النهاردة. يا ترى لو الخلخال رجع ترند تلبسيه ولا هتحسيه موضة وراحت عليها من زمان؟ استنوني في حكاية جديدة ومن زمان. من زمان مش كلمة بنحكي بيها عن الماضي، دي كلمة بنفتكر بيها نفسنا. وده بودكاست من زمان رودانيا ستايل مع نهال رشاد، بنقول فيه معلومة عن اللبس وتفاصيل مع الوقت. واستنوني في الحلقة الجاية ومعلومة جديدة ومن زمان. ولايف is a party, dress like it. Bye. Stop.